أستاذ نور محمد من السعودية. أرجو بس الاختصار يا جماعة، والله ما تدخلوناش في تفاصيل عشان في ناس كتير. أولا أنا مش نور محمد يا أخي، أنا كلمت صوت بنت عشان أوصل لك، لأن أنتوا أي واحد بيهاجم الإخوان أنتوا بتمنعوا. أنا بقالي أسبوعين عشان أتصل بيك، كل ما أعرف إن أنا ضد الإخوان ما يتصل، كل اللي أنت عامله ده فيلم. طب يا أستاذ أيا كان اسمك، هو أنت لما تبقى بنت يا أستاذ بس إحنا يا أستاذ اسمعني طيب اسمعني أنت. طيب إحنا بحب نتكلم بهدوء وهديك الفرصة. أنت بتقول إنك أنت اتكلمت بصوت بنت، هل إحنا بنمنع أصوات الرجال؟ عشان أوصل لك، اوعى تكذب لأن مسجلكم مسجل. أيوه يعني إحنا بنمنع، يعني أنت حضرتك بتقول قلدت صوت بنت. طيب وهو قافل عليا. هل إحنا بنمنع أصوات الرجال؟ يعني إحنا بنشوف راجل بيتكلم بنقفل السكة مثلا؟ يا حبيبي افهم عليا، أنا سمعت صوت كل وقت ساعة ما بتكلم مع اللي بينقل المكالمة، يعرف ان انا ضد مرسي ومقفل عليا. بيعرف ازاي؟ عرفت اخش لك بالكلام ده، بس سيبني اكلم الكلمتين اللي انا عاوز اقولهم. براحتك خالص تتكلم. خدت بالك؟ انا عايز اسالك سؤال بس، سؤال واحد بس. اوصلك معلومه بس سيبني اكمل. طيب اسالك انا من حق اسالك، هو عشان اعرف، لان لو ده حصل انا مسؤول عن ده، لان انا المذيع اللي بيتكلم معاه. حد سالك؟ انا بقول لك هسمعك تسجيل المعلق. لا اجاوبني من غير انا مصدقك. سيبني اكمل لا ما انا لازم اسالك الاول، لان ده يهمني انا، لان ممكن اخد موقف. لا انا ممكن اخد موقف حالا دلوقتي لو في حد سألك. الكلام ده حقيقي، بس سيبنا كمل كلامك. هل حد سألك رأيك ايه قبل ما تدخل عليا دلوقتي؟ طبعا حصل. قال لك ايه؟ هتقفل عليا، انا عارف دلوقتي هتقفل عليا. ايه؟ هتقفل عليا انا عارف. لا مش هقفل عليك يا اخي، لا تتهم غيرك. لا هتقفل عليا، انا متأكد بالكلام ده. طب كمل الاول كلامك كمل الاول كلامك احنا شعب مصر، اللي انت لو راجل ينزل مصر. يعني انت يا اخ اسمك ايه الاول عشان انا بقول لك اهو، كان اسمي احمد البلادي مرزوق دياب. يا استاذ قطر، يا استاذ احمد، انت مصري. يا انا مصري وافتخر. يا انت اللي قفلت طبعا، الناس بتاكد لي هذا الكلام. واحنا يا جماعه ارجو انكم لما تعرضوا وجهه نظركم، المعد يقول لي لم يساله احد، وغيره قبل كده تحدث بما يراه. الأستاذ محمد من السعودية دخل بصوت راجل عادي جدا ومحدش سأله، وقعد يتكلم براحته تماما، انتقد الإخوان وانتقد الجزيرة. هذه الاتهامات يعني ملهاش لازمة.